اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. حلقة النهاردة هتكون تريلر رياكشن جديدة، والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو شلبي. قبل بس ما نخش في الحلقة ياريت تعملوا لايك وتشيروا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. ده العربية بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجة فيها بتطلع صوت إلا الكلاكس. فيلم شلبي بينتمي لنوعية الكوميديا، والفيلم إن شاء الله هينزل يوم 4 يناير، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي وبيومي فؤاد وحاتم صلاح، ومن تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي. وده التعاون التاني بينهم بعد فيلم من أجل زيكو، واللي كان فيلم جيد جدا. طيب تمام، دلوقتي أنا هشوف معاكم الإعلان لأول مرة. ثواني بس أجيب السماعة والتليفون ونتفرج. وحشني أوي والله العظيم إن أنا أتفرج على إعلان كده معاكم. فين الأيام دي؟ ها جاهزين؟ 1 2 3. اهلا وسهلا بيكم في حكايه الناس اللي ولا حاجه. شلبي لم نفسك. كان نفسي اطلع مديرة مدرسة، وبقيتي مديرة مدرسة؟ سقطت في الاعدادية وما كملتش. فؤاد السويسي مؤلف كبير في السن، فنان شريف جزر، الباتشينو العربي. قاعد الجمهور واقف يسقف لي ربع ساعه، ده الزعيم بنفسه سلم عليا. زعيم مين؟ زعيم عادل شاكر. احنا هنعمل مسرحية بالعرايس والبني ادمين مع بعض. عايز يعمل مسرحية بشلبي. قلت ايه احكم دار الاغنيه الشعبيه؟ مليون جنيه. كلمات الاغنيه دي كتير قوي. خلاص شيلوا له واحده. شرط ان احنا مش فاشلين، الفاشلين لما بيقعوا ما بيقوموش، احنا لما وقعنا ما قمناش بس هنقوم. اتجوز القادرة بنت عمك، القادرة متجوزة، جوزها اتكل على الله. مش بتكلم على جوزها الاولاني، انا بتكلم على جوزها التاني. اتكل على الله. الله، طب وانت عايز ايه؟ انت عايز تجوزها لي واتكل على الله انا كمان؟ الكاميرا دي تمنها يعدي 300,000 جنيه. اثبت يلا. عندكم مولد؟ احنا مجازرة بالعربية. كان يا مكان كلب اسمه قرنفل، كله مراوغة ومغامرات. اسهر يا قرنفل، اسهر يا قرنفل، اسهر يا قرنفل، اسهر يا قرنفل، اسهر يا قرنفل. قضيت وهنعمل المسرحية. ده العربية بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجة فيها بتطلع صوت إلا الكلاكس. عجبتني الجملة الأخيرة اللي هي تحت ميعاد الفيلم، فيلم لكل العيلة. لا التريلر حلوة جدا بصراحة وضحكت فيها. يعني هو الإعلان كله عبارة عن إفيهات، بس الإفيهات بصراحة حلوة. كفاية بس الإفيه بتاع بيومي فؤاد لما قال لكريم محمود عبد العزيز أنا مؤلف كبير في السن، هي بصراحة حلوة وعجبتني. كمان برضو المشهد بتاع كريم محمود عبد العزيز لما بيقول لحاتم صلاح اجري، فهو بينزل وبيجري فبيقول له لا بالعربية يا غبي. برضو دي كانت لذيذة جدا في الإعلان بصراحة. محمس جدا. بالنسبة لقصة الفيلم فاللي أنا فهمته إن كريم محمود عبد العزيز صانع دمية اسمها شلبي، وهو عايز يعمل بيها مسرحية هو وزمايله، فبيحاولوا بقى يلموا الفلوس عشان يعملوا المسرحية دي، وهنعيش بقى معاهم رحلة بقى، وهيقعوا في مشاكل كتيرة ومواقف. فالقصة بسيطة وخفيفة، وأتمنى يطلع منها مواقف كوميدية وإفيهات حلوة جدا. مصطفى حمدي من المؤلفين اللي بيقدموا أعمال كوميدية مش وحشة. يعني فيلم من أجل زيكو كان حلو جدا، وفيلم ثانية واحدة بتاع دينا الشربيني ومصطفى خاطر اللي برضو كان من تأليفه كان فيلم لذيذ مش وحش. فأتمنى إن فيلم شلبي يبقى فيلم كويس ويكون بنفس مستوى من أجل زيكو، وممكن كمان يبقى أحسن. أتمنى ده طبعا. بالنسبة لإخراج بيتر ميمي بصراحة اتقدم في الإخراج الكوميدي، مستواه اتطور جدا، وده كان واضح
من ساعة فيلم من أجل زيكو لما قدر يوازن بين الإخراج البصري والإخراج الكوميدي. واضح برضو من إعلان الفيلم ده إن إحنا هنشوف نفس الحكاية، هنشوف إخراج بصري كويس، هنشوف صورة كويسة، كادرات كويسة، وفي نفس الوقت هنشوف مواقف كوميدية برضو تنفيذها كويس. كمان أبطال الفيلم عندنا كريم محمود عبد العزيز وروبي. متحمس أشوف الثنائية دي وأشوف الكيمياء ما بينهم هتكون إزاي. كمان معانا بيومي فؤاد وحاتم صلاح، فالكاست التمثيلي كويس جدا. برضو الأغاني واضح إن الفيلم هيبقى فيه أغاني لذيذة، مع إن أنا أساسا ما بفضلش حتة الأغاني اللي بتبقى في الأفلام، بس الأغاني شكلها كده من الإعلان هتبقى كويسة زي فيلم من أجل زيكو. فأنا متحمس بصراحة. الفيلم إن شاء الله هينزل يوم 4 يناير، ونسبة حماسي للفيلم هتكون 9/10. أتمنى الفيلم يطلع زي الإعلان ويبقى فيلم وجبة كوميدية خفيفة مناسبة لكل العيلة. زي ما انتوا شفتوا في الإعلان الفيلم مكتوب إن هو مناسب لكل العيلة، معنى كده إن مش هيبقى فيه مثلا شتايم أو ألفاظ مش كويسة، وده كويس جدا بصراحة. بس ولو قولولي بقى رأيكم في الإعلان، وهل انتوا متحمسين للفيلم ولا لأ؟ هستنى رأيكم تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.